اتفضلوا معايا النهارده عامله كيكايه كده صغيره وحلوه، ما خدتش مني نص ساعه في الوقت، وكمان طعم حلو قوي، وانا مجرباها قبل كده وطعمها حلو قوي. تعالوا بقى معانا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا كده نعمل كيكايه بسيطه خالص النهارده. معايا هنا كوبايتين دقيق، كوبايه سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، معلقه بيكنج باودر، رشه فانيليا، 3 معالق صغيرين كاكاو خام. تعالوا بقى بينا نعملها مع بعض كده. هي سهله وبسيطه وما تاخدش وقت ان شاء الله. اول حاجه كده انا هنزل بايه؟ بكوبايه السكر معايا اهي. بسم الله. انا معايا كل حاجه بالكوبايه دي. تمام. بعد كده هنزل عليها كوبايه اللبن. بسم الله. وبعد كده نص كوبايه الزيت. تمام. انا بقى هدوب الكاكاو كده خلاص السكر معايا داب. هبدأ انزل بقى دول كوبايتين دقيق بنفس برضو معيار الكوباية اللي معايا ومنخولين، هنزل بيهم. بسم الله بالشكل ده. وهنزل عليهم برضو بمعلقة بودر اهي. تمام. اهي معلقة صغيرة. ومعايا كمان رشة فانيليا اهي. بس كده. وهبدأ واخلص واكمل تقليب تاني. الوصفة بتاعتي مفيش فيها بيض النهاردة. طبعا بنحاول نجيب الوصفات اللي البيض فيها قليل، لان طبعا انتوا عارفين الاسعار بقت عامله ازاي النهارده. وبعدين انا شفت كده فيديوهات النهارده ان البيض مغشوش، ما اعرفش سبحان الله غشينه ازاي، بس الواحد بيقلق منه يعني. كده القوام بتاعها معايا كده جميل جدا اهو اهو. دلوقتي انا جبت بوله تانية اهي، وهنزل فيها بنص الكميه بالظبط. بسم الله. لسه شويه بس خلاص، علشان ايه ابقى نزلت بنص الكميه تماما. تمام كده. هسيب دي بقى على جنب اللي هي البيضه دي، وهاجي كده على الكميه التانية اللي انا قسمتها دي، وهنزل عليها ب3 معالق من الكاكاو الخام كده. هقلبهم مع بعض. لو حسيتي ان هي تقلت معاكي ممكن تديها معلقتين لبن عادي، مش اي مشكله، زي العجينه التانية بالظبط. انا شفت القوام ده والقوام ده خلاص. هروح بقى عشان اجيب ايه الصينيه اللي هشتغل فيها. الطاسه اللي معايا دي مقاس 18 هي اهي. انا هعمل فيها لان هعمل الكيكه بتاعتي دي على عين البوتاجاز، مش هعملها في الفرن. فانا ايه هحط فيها نقطه صغيره كده، وبعدين ايه خلينا كده كلها. بسم الله. بالشكل ده. تمام كده. تمام. بعد كده جبت ورقه زبده وهحطها فيها كده هي قدها. هدي رشه مسحه برضو كده من فوق بالشكل ده. بس كده. الخطوه بتاعتي هنا دي انا هعملها معاكم بس اول حاجه علشان خاطر ايه تعرفوا انا هعملها ازاي. بس انا هنا هجيب الشوكولاته هبدا بيها الاول. هنزل كده من هنا حته صغيره خالص بس كده. تمام. هي عايزه تاخد منك بس شويه ايه شويه يعني صبر شويه بس. هاخد كمان حته من هنا كده، بس حاولي ما تنزليش كتير. بس كده. وهرجع تاني من الطبق التاني اخد برضو، ياريت يكون واضح بالشكل ده.
هعيد برضو اللي انا عملته بس يا ويسكي بالشكل ده كده. هفضل بقى اكرر ده لحد ما اخلص العجينه كلها اللي معايا وارجع لكم تاني. انا كده خلصت. هاجي بقى بسلكه كده، انا ما عنديش اللي هي بتاعت الستيك دي، فانا هعمل بدي كده. هاجي كده من بره لجوه كده، 1 2 3 كده 4. تمام. انا كنت جايه من بره لجوه، هعكس بقى اللي انا عملته من جوه لبره. 1 2 3 4. تمام كده. ده منظرها معانا. هروح بقى بيها على البوتاجاز علشان اسويها وبعد كده هوريها لكم. هي كده خلاص استوت اهي، وكمان اديتها وش لما خلصت، نزلتها تحت الشوايه واديتها وش. هحاول بقى اقلبها في صينيه وارجع تاني. انا كده قلبتها اهي، طلعت ورقه الزبده اهي. هحاول بقى ان انا اقلبها تاني، معلش على الصوت. وهي دي الكيكه معايا اهي. هسميها كيكه الورده، شكلها حلو قوي لانها شبه الورده بالشكل ده. هقطعها بقى معاكم اهو. بسم الله. هي لسه سخنه بس انا عايزه اقطعها كده ونشوف شكلها ايه من جوه. هقطع زي ما الورده كده مخططه نفسها اهي يا ولاد. جميله قوي من جوه ومستويه خالص وزي الفل. بسم الله. حلوه قوي اهي. هي طبعا بتفرق مني عشان انا لسه سخنه، بس حلوه وجميله ومستويه وزي الفل. شكلها حلو قوي من جوه علشان الخطوط دي. يا رب تكون عجبتكم. جربوها وان شاء الله تعجبكم. يلا سلام.